انا حاسه ناس كتير مش فاهمه اصلا يعني ايه جواز. الراجل يغير على مراته، يعني ايه يغير من مراته؟ الستات بقت كتير بتعتمد على نفسها. الراجل مهم، يعني ممكن تنفخي فيه سنه اديله اللي هو تديله عايزه. برضه ماشي، حاضر ماشي، برافو ماشي. راجل وظيفته ايه؟ قدري لما يعمل لك حاجه كويسه. انا بحس ان احنا اذكى. شوف نفسك بس ما تشوفش نفسك عليا. شايفه انه مش هيبقى مناسب واتجوزه عشان خاطر انا بحبه بس، لا. دي سالي شاهين قررت تقعد على الكنبة تتكلم مع الستات عن العلاقات الزوجية، وبخفة دم هتتكلم عن مشاكلهم مع الرجالة متجوزين أو منفصلين، عشان نقول لكم بشكل لذيذ وطريف إن الحياة مستمرة ومكملة. هبه منوراني. نورك. قولي لي بقى يا هبه، ليه البنات بيقرروا ان هم يتجوزوا؟ يعني ليه احنا عندنا الحلم بتاع ان هو انا عايزه اتجوز ويبقى عندي بيت والشاطر حسن والحاجات دي كلها؟ ليه الحاجات دي بتغرينا قوي؟ يعني انا حاسه ناس كتير مش فاهمه اصلا يعني ايه جواز. يعني ايه جواز؟ جواز يعني شركه، يعني حد تكملوا بعض، حد هيشاركك بقيه حياتك كلها، مش لعبه. ناس كتير قوي فاهمه ان الموضوع لعبه، فبقى في جواز كتير والناس مش فاهمه يعني ايه جواز، وبالتالي بقى في طلاق كتير وبقت اسهل حاجه يعني. طب اللي بيتجوز عشان خايف ان يتقال عليه اي حاجه من الحاجات اللي انت قلتيها دي، لما بيتجوز ايه اللي بيتصدم فيه؟ يعني ايه اللي بيلاقيه اللي هو ايه ده؟ لو مفيش حب، مفيش احترام، فطبعا دي اول صدمه. تاني حاجه لو ده موجود بيلاقي ان في مسؤوليه، في بيت، في يعني برضو الست بيبقى عندها حاجات لازم تعملها. فايه ده، انا هنضف، انا هغسل، انا هكوي، انا حامل، انا برضع، انا جسمي بيبوظ، انا مسؤوله عن بيت. الموضوع برضو مش سهل. ففي ناس اصلا مش يعني بحس ان هي برضو مش مؤهله للمسؤوليه دي. شايفين الحته الاولانيه بس بتاعتها احنا بنحب الهانيمون بعض، بقى الهانيمون وفستان الفرح والحاجات والجو اللطيفه. وبعد كده بس بيرجعوا بيقف عندنا. الحلم بيقف هنا. بالظبط، فبيرجعوا يتصدموا بالحقيقه، فبيحسوا انه لا، مش دي الحياه اللي احنا كنا عايزينها يعني. والسوشيال ميديا كمان بتصدر دلوقتي، يعني دايما بتصدر انه بنسافر وبنعمل وهانيمون وحياتنا كلها لذيذه ولطيفه فكتير بيبقوا فاهمين ان ده اللي بيحصل، بس مش ده اللي على ارض الواقع يعني. طب انت قلتي ان الجواز شركه. اي شركه، عشان انا وانتي النهارده نعمل شركه وندخل مع بعضينا فيها لازم نعمل دراسه جدوى. طبعا لازم ندرس الشركه دي كويس قوي. طبعا. احنا ليه ما بنعملش كده في الجواز؟ لا بنعمل، بس بيبقى بالكذب. يعني بنعمل ان انا هسيبك براحتك، انا عارف يا سالي ان انت ليكي ناس كتير بتحبك وان انت اموره وما شاء الله مشهوره وشغلك وكل حاجه، بالعكس انا هسبورت وهقف في ظهرك، وعارف صحابك وبتعرف عليهم وببقى لذيذ ولطيف وبقدم كل خدماتي وعارف اهلك وعارف كل حاجه. بعد شويه لا سالي، انت اللي شغلك معطلك عن البيت، انت مش مهتمه بيا، انت مهتمه بالعيال، انت شكلك عجز شويه، انت تخنتي شويه، انت مش عارفه ايه. يبدا بقى ايه على الاغلب يعني في ناس كويسين برضو في قليلين، رجاله بتبقى في ظهر ستاتها جدا وبيساعدوها في موجودين شغلها ومبسوطين وبيبقوا فرحانين بيهم جدا، وفي اللي انت بتقوليه في ده وفي ده. بس الاقل يعني اللي هما بيبقوا سبورتيف، اللي في الاول يعني الاغلب اللي هو بيبقى منبهر وبيبقى عايز يقول لك ان كل حاجه لذيذه ولطيفه وانا معاكي وفي ظهرك وفخور وفرحان بيكي، وبعد شويه بقى ايه يبدا يتراجع ويكسر ده بيبقى فرحان في الاول بالحاجه ومتخيل ان هو فعلا سبورتيف او ان هو فعلا هيقف في ظهرها، ولا هو الخطه موجوده من الاول؟ الاثنين. ايه الاثنين. ازاي؟ يعني ساعات بيبقى فرحان، اه هو نفسه عايز يعيش حالة انه انا معايا حد وعايزة اعمل بيت، زي ما كنا برضو بنتكلم عن البنات بتتجوز ليه، فانا عايزة اقلد صحابي وعايز انا كمان ابقى راجل مسؤول وفاتح بيت واعمل فاميلي، فكأنه فيلم يعني بيعيش نفسه في الحالة، بعد كده بيحس ان هو مش قدها او مش مسؤول. يا اما هو عارف من الاول ان هو لو هيبقى صريح معاكي وهيقولك انا غيران منك ومن نجاحك ومن كذا، فانتي مش هتوافقي، فلازم يحسسك ان هو يعني في ظهرك ومبسوط جدا وفرحان وهيكمل معاكي. طب انا افهم الراجل يغير على مراته، اه بس يعني ايه يغير من مراته؟
علشان دلوقتي الستات بقت كتير بتعتمد على نفسها، وبقت ب100 راجل، فبيغيروا. بس اللي الرجاله مش قادره تفهمه ان احنا كتير بنبقى مضطرين ان احنا نبقى ب100 راجل، بس انا مش عايزه ابقى ب100 راجل، انا عايزه ابقى ستات. لكن انا مش لاقيه، مفيش قدامي حاجه غير ان انا استرجل. ف I think انه حته انه احنا بنشتغل معانا فلوسنا مش محتاجين، بيغيروا دايما عايزين يبقى ليهم الابر هاند في كل دي حاجه. حاجه تخوف الرجاله، ان انت يبقى طبعاً. عندك يعني في ايديكي سلاح الشغل، طبعاً. وعندك فلوسك وعندك كل حاجه، فكده بيبتدي ان هو يهد فيكي. وعلى فكره انا مش بشوف كل الرجاله، مش كله، مش لا كل مش كله، الرجالة. مش كله آه، مش آه. كله، لا. وبشوف انه لازم طول الوقت على فكره الراجل يبقى مش تخوفيه يعني ترعبيه، بس ده بيبقى راجل عنده نقص في حاجات معينه، ولا ممكن يبقى كامل من مجاميعه وبرضه عنده الصفات دي؟ بصي هو بعد شويه بيحصل اصلا روتين كده كده. الرجاله بتقعد تشتكي، هي مش مهتمه، مش عامله، مش كذا كذا كذا، برضو ما بيقدروش ان الست كمان بتزهق من الروتين، وبيبقى عليها مسؤوليات وبتدخل في حاجات يعني بتعمل مليون الف حاجه في نفس الوقت. فالزهق كده كده بيجي، الروتين بيجي للراجل والست مع بعض. الراجل احنا كنا بنقول ايه معلش في الأول؟ ان هو بيغير من الست مش على الست، وان هو بيبتدي ينزلها، يعني بيحاول ان هو ينزلها لتحت. فهل الراجل ده النوع ده من الرجاله راجل هو ما عندوش ثقه في نفسه، عنده حاجات ناقصه في شخصيته، عنده حاجات ناقصه في شغله، ممكن هي تبقى انجح منه، فهو حاسس انه كده؟ ولا ممكن يبقى راجل شكله كويس وابن ناس وكل حاجه وثابت نفسه في شغله كويس قوي ومالي مركزه، الا انه برضه بيغير منها؟ اوكي. كتير بيبقى عندهم نقص، والناحيه التانية بيبقى حتى لو محدش كان ناقص بيبقى ضمن وجود اللي معاه، فبالتالي خلاص ما بيبذلش اي effort بقى عشان الموضوع يكمل. وانا شايفه انه طول الوقت لازم الطرفين يفضلوا يبذلوا نفس الeffort عشان العلاقه تفضل كويسه. فغالبا بيبقى حد عنده نقص عشان ده يحصل، يا اما حد بيبقى فعلا هو كويس وكل حاجه بس زهق وضامن ان انت كده كده موجوده. طيب لو انا حسيت ان جوزي، ما انا اتجوزت بقى، احنا مش عايزين البيت يتخرب، اوكي، فانا النهارده جوزي انا ساري اتجوزت وهو غيران ان انا شكلي كويس وان انا معروفه وان انا مش عارف ايه، الصح ايه؟ هل ان انا ابتدي اطاطي شويه، ابتدي احسسه انه لا انت عظيم، ابتدي انفخ فيه عشان الدنيا تمشي، ولا لا خلاص هو انا كده وانت لازم تقبلني زي ما انا وانت زي مش متقبل؟ اني الست الصح؟ بصي احنا بنحس، فهي نص نص برضو. عشان يعني عشان برضو ما يشوفوش، يعني ما تبقاش برضو تناكة اوفر او يحس انه قليل مثلا جنبك او كده. برضو الراجل لازم تديله حته كده، بس يعني شوف نفسك بس ما تشوفش نفسك عليا. انت حلو وجميل وكويس لو وكل انت حاجه. انا بحس ان احنا اذكى، فانا النهارده لو انا عارفه انا مين فاهمه، خلاص انت عارفه انت فاهمه، عارفه انت بتعملي ايه وشكلك حلو وانت فاهمه نفسك، هو يقول لك مش عارفه ايه ده فعلا انا كده بجد، فاهمه قصدي؟ وخلاص وعدي الموضوع، مش محتاج انه حتى لو قال لك انه مثلا مش شاف شكلك مش ايه ده فعلا مش حلو، طب اظبط ايه؟ ما تظبطيش حاجه. طبعا. عشان انت واثقه في نفسك بالظبط، يعني ما هي دي فما تخليهوش يهزك، وفي نفس الوقت ما نخربش البيت. لا ما ده قصدي، ان يعني ممكن تنفخي فيه سنه، تديله برضه ماشي، حاضر ماشي برافو ماشي هوصه هعمل، يعني عارفه الجو ده، بس كبري دماغك لان انت كده كده واثقه من نفسك، فمش مش محتاج يعني. ساعات بحس ان الراجل، وصلحي لي لو انا غلط، هو يا حبيبي ساعات بيبقى عايز يقول هو مش عارفه اعملي كذا، فانت تقولي له حاضر، فهو ارتاح، مش مهم تعمليه، بس هو حاسس ان هو لما ليه كلمته، هو لما يقول حاجه انه تمام. ضروري برضو. هي بصي اللي هي مش حرب، برستيجه يعني بالظبط. الموضوع مش حرب ومش عنده وخلاص. طول ما اللي قدامك بيقدرك ومحترمك تمام. حتى لو طلب، وبرضه لازم يبقى في تنازلات من الطرفين. فانا افترض ان هو بيطلب مني حاجه انا مش حباها قوي بس اقدر اعملها، هعملها. ما هو في الاخر جوزي. يعني انا برضو مش بتنازل عن حاجه اللي هو يعني لو ده هيريحك هيرضيك هيحسسك ان انت ليك برضو كريدت عندي وبتاع، عادي ننزل لبعض شويه، فاهمه؟ تمام. بس كتير بيبقى فيه يعني طرف هو عايز كل حاجه ومش عايز يقدم اي حاجه،
او واخدها بقى ان انا الراجل بقى وانا اللي انت هيبتدي يسوق فيها. فده زي ما بيقولوا، خلاص. في حد كان بيقول ان هو طول ما انا مريحاك، طول ما انت عمال بتسوق فيها وعمال بالظبط. تتعب اكتر. بالظبط، ده كتير قوي يعني، ده كتير قوي بيحصل. فلا يا باشا، مش هريحك ومش هتضمني ولازم طول الوقت تبقى يعني ايه خايف. مش هتضمني؟ ده هتجوزني. الراجل دايما طول ما هو حاسس ان الست موجوده كده كده. وهنرجع تاني للموضوع بقى، لو هي مثلا ما بتشتغلش وهو اللي بيصرف وفاتح ومعتمده كليا عليه كماديا يعني، وعندها عيال، طب هي هتروح فين بالعيال؟ طب هتعمل ايه؟ فهتفضل يعني هيفضل طول الوقت مسيطر وهيفضل. بس ممكن تبقى اللي هو بتعامله، مش بيتعاملوا مثلا بفتور شويه، ما بتفهموا قصدي، تحسسوا انها زعلانه، بس بلاش نروح على اقصى حاجه في الموضوع. وده سبب ان احنا بقينا ما اعرفش، بس يعني ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده، ان احنا فكره ان احنا الستات النهارده بقينا نشتغل، بقينا معتمدين على نفسنا، بقى معانا فلوسنا. مش هننكر ان احنا كده كده محتاجين لراجل في حياتنا، اكيد طبعا. يعني اكيد وجوده طبعا. مش ده حاجه اساسيه يعني، سنه الحياه. طبيعي. وممكن حتى لو مش اساسيه، بس ان هو وجوده ليه مهم. معنى، ليه يعني ليه حاجه كده برضه، ليه راجل ليه هيبه برضه كمان. راجل مش طبعا. مش ذكر. الراجل بصي، الراجل مهم، الذكر انا بشوف. فمش قصه ان هو هحددك ان انا همشي خالص، بس ان هو لا، انا زعلانه. اكيد. اللي هو القلق الصحي، مش اقلقه هتطلق. لا، ما هو انا مش بقول من الاول نعمل ده. يعني انا مش بقول ان من الاول كل شويه طلقني طلقني وهتطلق، لا خالص. بس بتكلم انه يعني لو وصلنا للاكستريم وعاتبنا مره واثنين وثلاثه، والست فعلا مش قادره تستحمل، والتاني ضامن ان هي كده كده مهما يعمل فيها هي موجوده، ويبقى معتمد ان هي كده كده هتفضل ساكته. لا بلاش السيره دي ارجوك. بحب الحاجات دي. لا لغايه هنا مش بتحصل هتكلم. وستات بتسكت. لا لغايه هنا مش أوكي. مش هدخل في الموضوع ده. ما عشان كده بقول لك في وقت. عشان كده بقول لك في وقت لازم تقول له خلاص، يعني ما لازم تمشي. طيب هل النهارده لو انا النهارده جيت لك وقلت لك في جوازتين، واحده بالعقل مظبوطه جدا، واحده بالحب والقلب، تختاري انهي فيهم؟ وتنهدت ثم قالت بصي، عقل بس ما اقدرش انا اتجوز عقل بس، وحب بس ما يكملش يعني الحب بس ما طب ما هو زمان كانوا بيتجوزوا بالعقل، وكانت الاهالي هي اللي بتبقى جايبه العريس، وبيشوفوا بعض، وبعد كده بيحبوا بعض، والجوازه بتمشي وبتكمل 40 و60 سنه، وتلاقيهم كده اهو. ممكن، بس لازم يبقى فيه برضه سنه حب، يعني لازم يبقى فيه حاجه، انه اصلك انت هتعيشي مع واحد وهتكملي مع بقيه حياتك. في قبول وما فيش حب. لو في قبول وفي احترام وتقدير، ممكن الحب يجي بعد كده. وانا ضغط على نفسي يعني ممكن الحب يجي بعد كده، بس برضو جواز الحب حسيتي مش مطلعاه من جوه. ما الدنيا بقى يعني للاسف هو بس الحب بس، واحنا مش متفاهمين ومفيش بينا اي حاجه مشتركه ومفيش حاجه، عمر ما الجواز هيكمل يعني. لكن بس خلي بالك ان لو في حب، مش بيقولك مرايه الحب عاميه، وانت مش هتشوفي ان مفيش حاجه تانية، ساعتها هتشوفي كل حاجه بقت مظبوطه. وتضحكي على نفسك. بس تبقي تعيسه بقى، ما يعني تقدري تفتكري انه الست او انت تقدري ان انت تفرقي ما بين انا ده حب بس مفيش حاجات التانية لا، وما بين انه لا انا شايفه الحاجات اللي انها كويسه عشان انا بحب، ولا انه الحب لا بصي، انا دلوقتي اقول لك على حاجه. انا في مرحلتي دي انا بعرف افرق ان ممكن ان انا دلوقتي معجبه بحد او بحب حد، بس انا عارفه ان هو لا يصلح، مش هينفع. تعرفي تفرقي؟ بعرف افرق. وممكن يبقى انه يعني حد لذيذ كويس مناسب، بس انا مش يعني مفيش بقى الباترفلايز والحاجات اللي بنحس بيها دي، بس يعني هنشوف الدنيا فيها ايه. لكن اخد قرار ان انا حابه مثلا حد وانا شايفه انه مش هيبقى مناسب واتجوزه عشان خاطر انا بحبه بس، لا برافو، ده شكرا ميرسي. طيب اتجوزنا، اوكي، ولو قلنا ان الجواز مركب، المركب ينفع يبقى ليها رئيسين، بمعنى انه في مقوله تقولك المركب اللي برئيسين تغرق، وفي مقوله تانية تقولك ان المركب علشان تمشي محتاجه مجدفين، فلازم هو يقدف وهي تقدف. انت مع انهي مدرسه؟ لا، لازم الراجل هو اللي يقود، يبقى المركب اللي ليها رئيسين ورجال قوامون على النساء معروفه، بس ما يلغيش برضو دور الست. يعني عادي ان هي تقول رايها، ان هي يبقى في حاجات تخصها هي، قرارات بتاعتها،
لكن في الاخر لازم يبقى حد واحد هو اللي سايق، فلازم الراجل اللي بيبقى سايق بس يشرك بقى مع الست. يعني فاهمه طب قصدي؟ اشرحيها لي، يعني اديني موقف افهم. يعني زي ما مثلا لما اختيار مدارس العيال مثلا، انا بشوف ان الست هي اللي كده، يعني تربيه العيال اكتر، هي الست هي اللي بتربي اكتر. يعني فيما يخص بقى بعد الجواز مثلا الخلفه، الامور البيت هتمشي ازاي، المصاريف هتمشي ازاي، الحاجات دي كلها لا لازم الست يبقى ليها برضو امال يعني. هو بيعمل ايه؟ ما هو كده هي المدارس العيال هي امور البيت مصاريف البيت الحاجات اللي هي هتبقى هو شايله، ايه بقى؟ بصي هو بيعمل ايه بقى؟ الحاجات هو بيصرف على البيت برضو، بيهتم ما هو بيصرف على بيحتوي. البيت دي هو ما انا هقول لك على حاجه. هم زعلانين، خلي بالك من الموضوع ده جدا. يقول لك اصل انا اي تي ام، انا ما بعملش حاجه غير ان انا بصرف على راجل وظيفته ايه؟ احيانا لما بتيجي اصلا تطلبي منه حاجات او تدخليه في حاجات يقول لك انا ماليش دعوه اساسا. لا سيبك من الراجل اللي بيقول ماليش يعني دعوه. ده في حاجات كده، في حاجات تانية في بتبقى مسؤوليه. بس انا اقصد انا مثلا هو صمم دلوقتي هندخل العيال مدرسه الماني ومحدش في البيت بيتكلم الماني، وهي الست قالت له يعني ايه انا عيالي تبقى بتتكلم لغه انا مش فاهماها. يتكلموا بقى يعني، ما يا اما هي يا اما هو لو هو بيفهم في الالماني هو اللي يذاكر لا ما لهم، بيفهم. يا اما هي تتنازل وتتعلم الماني، يا اما يسمع كلامها انه الالماني مش هينفع، فلمصلحه العيال هما الاثنين يتنازلوا ويودوا مدرسه تانية. هنا بقى المشاركه، يعني هنا انه لازم برضو ياخد راي الست، لانه انت هتدخل الماني وتقول لها خدي بقى يلا ربي وعلمي، طب ما هي مش فاهمه. طيب نرجع تاني للشركه. الجواز شركه، ايه اللي يبوظ الشركه بقى؟ عملنا دراسه الجدوى واتجوزنا وعملنا الشركه واحنا تمام قوي، ايه اللي بوظها؟ زي ما قلت لك ان ممكن يبقى حد خلاص ضمن وجود الطرف التاني. ما هو الجواز ضمان للطرفين، يعني الست بتحس ان هو خلاص بقى بتاعي، وهو بيحس ان خلاص انها بقت بتاعتي، بس ده امان. ما هي بقى الفكره في انه يعني ضمان ان احنا مع بعض ماشي اوكي، بس ان طول الوقت لازم يبقى في احساس بالامان. يعني ليه الضمان واخداه ان هو، يعني احنا بالعكس انا مش هشتري ثلاجه الا لو عليها ضمان، اوكي فدي حاجه تطمني. الضمان امان. ليه الضمان انت شايفاه بطريقه تانية؟ يعني اشرحيها لي اكتر. في ناس بتضمن ان مهما حصل، انت مثلا في اهالي مستحيل عيال بيقول لك لا ما عندناش بنات تتطلق، ما عندناش مش عارفه ايه يحصل، ما عندناش ست تعلي صوتها، الراجل حقه انه يضرب مراته ويأدبها في منتاليتيز كده. فهو يبقى حاسس ان هو ممكن يعمل اللي هو فهو عايزه. يعمل اللي هو عايزه، وهي كده كده موجوده. ال 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 ده يعني الضمان احنا مع بعض ماشي ضامنين بعض اوكي، بس الاهم برضو ان احنا لازم نبقى حاسين بالامان برضو. يعني اكتر حاجه بتبوظ اي جوازه ان يبقى في طرف مش حاسس بالامان، بالظبط، سبيشالي لو الست كمان. يعني كتير قوي بتبقى في ستات بتنام هي خايفه، مش عارفه بكره هو ناويلها على ايه، هيضايقها في ايه، هيرازيه فيها، فهيعمل فاهمه يعني. يا ترى هو مع مين دلوقتي، هو بيكذب عليا هو في الشغل، ولا فعلا مع صحابه، ولا بيخوني، ولا بتلف حوالين نفسها طول الوقت. فلو هو محسسها برضو بالامان هتبقى الدنيا لطيفه والجواز هيكمل. الامان مهم قوي على فكره، حتى بين الصحاب وبين الاهل. فما بالك لما تختاري حد راجل غريب يبقى ده شريك حياتك وابو ولادك، لازم تبقي حاسه معاه بالامان. طيب الست لما بتنفصل بيتغير فيها ايه؟ بتقوى بقى شويه، يعني بتقوى، بتعرف ان هي خلاص لازم، يعني ما ينفعش تعتمد غير على نفسها، يعني على ربنا طبعا الاول ثم على نفسها، وانه مش لازم يبقى فيه وجود، يعني الراجل مهم وانس ان هو راجل كما يعني يقول الكتاب، لكن فكره انه بس يبقى فيه ذكر في حياتي. هو الراجل اللي كما يقول الكتاب ده عامل ازاي؟ بيكبر منك، بيحسسك برضو بالأمان، ما بيكذبش، ما بيخونش، بيتحمل مسؤولية معاكي على الحلوة والمرة، مقدر كل اللي انتي بتعمليه، ما بيجيبش سيرتك بحاجة وحشة، في رجالة بتقعد تلت كده كتير، فاهمة؟ يعني في حاجات كتيرة قوي لازم تبقى موجودة في الراجل يعني.
لكن في ذكر اللي هو نظام، انا عارفه فاكره في فيلم سوسن بدر، هتقدم لي ايه يعني؟ انا المشهد إن انت عايز تجوز. يعني فكتير بيقول لك هتجوزك، انا راجل انا هتجوز إيه؟ لا، هي مش كده يا معلم يعني. فده الفرق بين الذكر والراجل. طب ايه العيوب اللي ممكن اقبلها في الجواز؟ ما احنا كلنا عيوب. اكيد كلنا عندنا عيوب. آه مثلا يعني انا بشوف انه الراجل برضو في ستات بتبقى نكديه، طول الوقت عايزه اللي معاها يفضل معاها، ما تشوفش اصحابك، ما لازقة تخرجش، حبيبتي. لازقه. ده لا، اديله سبيس. خلي ان انتي توحشيه، خليكي برضو شيك في نفسك ومهتمه بشكلك ومهتمه ببيتك. شوفي هو بيحب ايه واعمليه، دلعيه كده from time to time يعني. قدري لما يعمل لك حاجه كويسه. مش لازم طول الوقت تبقي قدري لو عنده ضغط شغل، لان برضه طبعا ده بيصعبوا مهم عليا. جدا، والشغل دلوقتي كتير والحياه بقت صعبه، فقدري ده. فمش لازم طول الوقت تبقي لازقه فيه كاتمة على وكاتمه نفسه. على نفسه، وانت فين وبتعمل ايه وبتاع. لا، لازم برضه تديله السبيس بتاعه، ولازم تقدريه. ست الستات والله. حبيبه قلبي.